عسلامة عسلامة البنات، شنحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي دبارة جديدة. كما العادة يومياتي أنا وحماتي. باهي البنات، اليوم كما العادة وكما جرت العادة معناها كما توانسة الكل، اليوم باش نعملوا كسكسي ليلة النص. ربي إن شاء الله يتقبل صيامنا وقيامنا يا ربي. امين يا رب العالمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربي ان شاء الله يغفر لنا ويسامحنا، وربي ان شاء الله يكتب لنا كان الخير. الايامات تجري كما شفتوا البارح في الايام نخمموا على رمضان. ما شاء الله الايامات خفيف تبارك الله، ما حسيناهمش 15 يوم. ربي ان شاء الله يعطينا الصحة والعافية يا ربي، ونصوموه بكل صحة يا ربي. باهي البنات، كما شفتوا دخلت الكوجينة، كما شفتوا في أول فيديو لقيت حماتي محضرة كل شيء. محضرة السلطة المشوية، محضرة السلطة الخضراء. حاولنا باش ما نطيبوش معناها بزيت، على خاطر البنات انتم ديجا تعرفوا، قلت لكم اللي احنا عويلة ما شاء الله. انا واحمد، حماتي حموية، سيلفي الصغير، لوستي راجلها، يعني عويلة ما شاء الله. ربي ان شاء الله يدوم علينا العشرة ويضرب ان شاء الله ديما ملمومين، امين يا رب العالمين. اليوم باش نطيبوا حاجه معناها خفيفه، حتى كيف نطيبوا البنات راهو كالحاجات هذوك الكل راهو ما شاء الله ما شاء الله، يعني تبارك الله، يعني بحكم العائله يعني الحاجه تتاكل، ما نطيشوش نعمه ربي. ذاك علاش يعني ما تقولوش شبيهم يطيبوا برشا، لا راهو معناها نطيبوا على قد العائله ما شاء الله. باهي البنات كيما شفتوا، حطت الزيت وقليت الفلفل فيه، ومن بعد البنات طفت الغاز وحطت البنات الفاح الكل على البارد، معناها كان داب الزيت معناها هو اللي سخون. حطت الطماطم ومن بعد حطت الفلفل الهريسة العربي، ومن بعد حطت الفلفل البودر، حطت تشيشة قرفة على اللحم، ملح، فلفل أكحل، كركم، خليتهم باش بعدك شي يتقلاو. حطت عليهم زاد راس بصل كبير كيما قاعدين تشوفوا تويكا. هذا الكل بنات على البارد. تو باش تشعل الغاز وباش تخليهم يتقلاو في عقالهم به. ولهنا البنات ديجا قداش من مره نعمل معاكم روسيت السالي، جوست معناها قاعده نعجن في البات، وذاك هو يعني شاركتها معاكم قداش من مره وديما يعني ديجا اكيد معناها شاركوا راكم حفظتوا لي زانغريديون نتاع العجين. ديما نقول لكم اعجنوا العجينه نتاعكم بالحليب وخليوها تتلصق شويه وتتعرك، هذاك هو باش تجيكم وصفه ناجحه. وهذاك الزبيب حماتي باش تنفخوه في الماء باش يطرى، ومن بعد تفوروا بطبيعه الحال. بعد ما يتفور الكسكسي والبنات الحمص، البنات لهنا حطته باش يطيب وحده. حطت ماء، حطت فيه كركم، شيشة، ملح، عود قرنفل، ومغرفة صغيرة معناها فلفل بودر باش يعطي أكل لون. هذاك هو، أما راهو يطيب وحده. في الشارع الأخرى الوستي قاعدة تقد في السلطة المشوية وباش تقص سلطة خضراء. لهنا البنات باش نعمل للسهرية خبزة هواء. أكيد الناس الكل تعرف خبزة الهوان، نستحقوا كريم فريش، كريم شانتيز، باكوات كريمة بودر، وثلاثة باكوات بسكوي ولا 4 باكوات، انتم البنات قد المول متاعكم. انا لهنا استحقيت 4 باكوات، 3 صغار وباكو كبير. باهي حطيت الحليب في الشيرة الاخرى، وانا البنات الكريمة البودر نحلها في الحليب البارد، ونخلي الحليب من الغاديكا يغلي دوب ما يهز غلوة، نرمي أكل الكريمة هذيك في ساعة ما تطيب، ما نقعدش يعني نحرك، خليتها تطيب. ويلزمها البنات تجي يابسة شوية، معناها تجي يابسة بالكدا مش شوية، باش تبدا شادة روحها. ولهنا عندي دبوزة كريم فريش ليكيد باش نطلعها نركضها بالكدا نحطها في الفريجيدير، ونحط عليها مغرفة نسكافيه. توا تشوفوا لي زيتاب اللي باش نعملهم الكل. وعندي زادا كريم شانتيه، انا البنات باش نعمل ميلانج نتاع كريمه باش تجيني خفيفه وما تجينيش بك الكريمه الصفراء اللي معظم الناس البنات ما تحبهاش. وفما شكون قال لي يا عبير بالله اعمل لنا حويجه هكايا بارده للسهريه، تدللوا على عيني وعلى راسي الناس الكل. باهي البنات، كما قلت لكم لهنا حطيت عملت الكريم شانتيه، طلعتها كما طلعت الكريم مالكي باش نحط فيها مغرفه نسكافيه كبيره، حطيت زوز مغارف هنا صغار اما يعني مليانين بالكدا ونطلعهم مليح مليح.
تنجموا البنات تعملوها معناها قبل بنهار والا صباح بكري تحطوا تقدوها وتحطوها في الفريجيدير. انا عملتها مخر شويه، عرفتك لي معناها هي شاده روحها مش ما هي شاده روحها اما ما صبرناش عليها عرفتوا خاطر سهريه وزيد نروحوا معناها بكري شويه. باهي البنات ما نقعدوش يعني نسهروا برشا في دار حماتي والطقس كيما شفتوه بارد وكل، او كنا نكملوا نشوقوا فطرنا، نكملوا شويه هكا نغسلوا الماعن نشربوا قهيوه، أكل مشوار هكاكا نلعبوا ونضحكوا، نقعدوا التشيشة هاذيك ومن بعدك كل واحد يروح لدويرتو. باهي البنات بعد ما خلطت الكريم شانتييه حطيت عليها الكريم فريش ليكيد، نعاود نركضهم نحطهم في الكونجيلاتور معناها باش يشدوا رواحهم بالكدا بالكدا. انا الكريم باتيسير بعد ما طابت لي خليتها تبرد شويه ومن بعدكش حطيتها في الكونجيلاتور باش تبرد لي كومبليتمون، يلزمها تكون باردة على الآخر على الآخر. نسيت ما قلت لكمش البنات بعد ما نطيبوا الكريم باتيسير نحطوا عليها 100 غرام زبدة باش كيف نركضوها من بعد تولي لنا ليس وما تبداش تعمل لنا اكل كعبر وكل. بالله البنات نحب نوصيكم اي حاجه نعطيها لكم تبعوا لي زيتاب بالكدا بالكدا، لا تنقصوا حاجه باش تجيكم حاجه بنينه معناها. لا نحبكم ما نحبش نخسركم معناها حاجات والا مش نخسركم لي زانغريديون الدنيا الكل غليت متفاهمين. نحب كي نعطيكم روسيت ولا نعطيكم وصفه نفذوها بحذافيرها، لا تنقصوا مكون ولا تزيدوا مكون. تحبوا معناها مثلا تحبوا تزيدوا عليها نوازيت تحبوا تزيدوا عليها لوز انتم في معناها باش تزيدوا معناها الجو والا اي حاجه هكاك معناها اختياري. اما بالنسبه للكريمه كما قلت لكم اعملوها لهنا البنات. الكريمه بعد ما ركضتها بالكدا كيما قلت لكم فيها 100 غرام زبده حطيت لها زبده كيف كيف مغرفه كبيره نسكافيه. البنات جات بنينه 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 صدقوني وخفيفه ما نحكي لكمش، والنسكافيه زادتها بن على بن ياسر بننتها وجات بصراحه روعه. تنجموا حتى والله يا البنات تنجموا تعملوها حتى في عيد ميلاد ولا حتى في راس العام هكايا اللي ما يحبش شكل الزبده برشا ما يحبش شكل حاجات المكلفه برشا برشا اقتصاديه ما فيها حد شيء. كما قلت لكم تنجموا تحشيوها بتحطوا فيها شلوس تنجموا تحطوا فيها بانان. انا حطيت لها بانان اما البنات ما صورتش كيفاش معناها قصيت فيها ما درت لي حماتي كعبه البنان ماشي في بالي نصور باش نحط معناها لو كان نبدا نصور يا اخي انا قصيت التصوير اما راني حطيت فيها البنان. به البنات نحطوا بابي كويسون على الطبق نتاعنا وكان تحبوا في البوريكس والا باش تحطوها معناها على صحن لكم الاختيار. انا حطيت في المول هذايا جاتني بريزونطابل على الاخر ومزيان. باهي البنات الكوش الاولانيه نحطوا البسكويت نتاعنا بالطريقه هذيك ونقعدوا نسقيوه بالكدا بالكدا خاطر باش تبقى تحط فيه في الكعبه في يدك ودرشني ما وصلت بها للطبق الا هي تفتفتت وشربت القهوه. والبنات القهوه اعملوها بارده معناها تحلوا نسكافيه في ماء بارد وبلاش سكر ما تحطوش السكر. اللي يحب معناها السكر ويحب حاجه حلوه ذيك حاجه اخرى. اما راي الكريمه بالنسبه لي انا جات عسل. به باش تاخذوا تعملوا بالطريقه هذيا. لهنا جات بنت لوستي قالت لي ميسالش التعبير نقدم معاك قلت لها يلا ميسالش نشاركوا معنا صغيراتنا في الحاجات هذيا ما فيها باس ندخلوهم معنا الكوجينه او كمان هيشاركونا منها ياخذوا هكايا حاجات يحبوا معناها اي صغير معناها يحب الحكايات هذيا. ربي ان شاء الله يفضلها وربي ينجحها امين يا ربي. كما شفتوا قاعده لهنا قد هي في البسكويت وانا هاكا قاعده نرتبلها باش معناها معناها ما تبلبصش الدنيا وتبلبص روحها. كملت لهنا عملت الكوش هذيك والكوش هذايا باش نمشي نحط نحمر عندي تشيشة بفريوة باش نمشي نسخرها. جات لوستي في بلاصتي لهنا كملت عليا شوية هيك ذيك لوستي هي بنتها لهنا هرست تشيشة نوازيت حطيتها من الداخل وهذيك كعبة البنان. لا مش مازالت ما جاتش كعبة البنان باش نكمل لهنا الكوش الاخرانيه وحدي. البنات رصوا فيها البسكوي ما تخافوش منه ما تقولوش تجينا ملبزه ولا تجينا بها حاجه لا راهي تجيكم بنينه بنينه ما تحكيوش خفيفه خفيفه على الاخر. والكريمه والله يا البنات جات تهبل
موس، مش جات كل موس حسيلو بنينة على الآخر، هاذيك البنات الكشلو الفوقانية حطيت فوق منها البنان وزدتها أكل كريمة، وهذيك طرف النوازيت حمرتها بالكدا بالكدا في الفور، عطاتني هيك الريحة بنة على بنة، اللي عنده يحط اللي ما عندوش ينجم يعمل شوكولاتة غاناج، ينجم يعمل اللي يحب عليه، باهي حطيناها في الكونجيلاتور وجينا لهنا حماتي باش تعمل فلفل محشي، هذاك الفلفل قاع وردته من الفوق، هذاك اللحم ومعدنوس وبصل ذبلتهم بالكدا بالكدا، فوحتهم فلفل أكحل ملح، وباش تحط تحشي أكا قرينات الفلفل معدنوس فلفل معدنوس فلفل قلت فلفل سامحوني معدنوس بصل حطت عليهم عظمة لهناك لمتهم وحطت عليهم زادا جبن رابي. بعد ما تكمل تعمر القرن الفلفل تحطوا البنات في الفارينة باش ما يتحلش وما يخرجش منه الحشو، ما تنساوش اللي الفارس معناها ينجم يخرج على خاطر في وسطه العظام، يعني بكثرة السخانة وكل ينجم يخرج جيو بنين بنين بنين، ما نحكي لكمش نودكم وما نشهيكم، ان شاء الله قصيمكم في الجنة وان شاء الله يا ربي تجربوا، ديجا فماش واحد ما يعرفش الفلفل المحشي، اما وريتكم معناها طريقة حماتي كيفاش طيبوا، ديجا كما قلت لكم لحم بصل معدنوس فوحت وجبن فلفل أكحل ملح وقفقصت عليه هيك عيبة عظام وجبن رابي وحطته يتقلي كما قاعدين تشوفوا جات فيه بنة بنة ما نحكي لكم شوفيه هكا الفلفل هكا توزويزة بنة ما شاء الله ان شاء الله قصيمكم في الجنة وان شاء الله تجربوه. ولهنا البنات حطت الكسكسي هذيك الشوربة قاعدة طيب، الكسكسي مازال ما بداش يبقبق على خاطر عملته بالبقري، وهذا البنات الكسكسي حطته لهنا حطت فيه تشيشة واحد قولوا معايا كركم، وحطته يفور قعدت تعمل له فك هذيك هكاك تحط تعمل له فك الفراغات باش يتنفس وكل هنا طاب الكسكسي سقط وكل شوربة طابت العظام هذاك بتزين بيه الكسكسي سلطة الخضراء اتقصت سلطة المشوية اتفوحت جابوا البن لهنا قاعدة تسقي في الكسكسي التسقية الأولانية البنات تسقيه هكا دوبليش وتحركه وتخليه يفور ومن بعد تزيد تسقيه تخليه يفور ومن بعد تزيد تسقيه بالسقا نتاعو، يعني التفويره الاولانيه كي قلت لكم من هنا الكسكسي طاب هذاك هو ديجا طاب، اما هكا سقطه بشويه باش تخليه يفور مشوار مليح ومن بعد تعاود تسقيه بالكدا. باهي البنات لهنا عندنا شكشوكه يعني باتت لنا وكل قالت لي حماتي باش نلوحوها عبير اعمل لنا بها سوفلي، عملت بها البنات سوفلي بجبن والشكشوكه جات بنينه والله يا البنات ما تخيروا عليها حتى شي بنينة بنينتها نكرموا النعمة ما نطيشوهاش نتصرفوا فيها نعملوا بها حاجات أخرى، والعائلة كي تبدا معناها كما قلت لكم راهي العائلة توكل كي تبدا ما شاء الله معناها فما عائلة كبيرة راهي يعني كما نقولوا احنا الواحد يعني ياكل اما كي يبدا وحده ولا صدقوني يشم شمين عرفتوا ياكل شيشه شيشه ويقوم على روحه. حليتهم لهنا بالكدا بالطريقه هذيك وباش نحشيهم بالجبن جبن فوحته بالفلفل أكحل ونحط فيها أكا الشكشوكة والله يا البنات بنينة وديجا الحاجات هذوما أكا شكشوكة وكل الحاجات هذوكم ياسر مشتهيين معناه الحاصل البنات الكسكسي تو تشوفوه تبسي ما شاء الله تبارك الله والله يا البنات الكل تلحس شاهيين الكسكسي على الاخر وجاي بنين 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 ما نحكي لكمش والله ربي إن شاء الله يفضلها ولا ينحيها علينا آمين يا ربي. لهنا بعد ما كملت البنات الكعبات السفلي متاعي حطيت دهنتهم بالعظام وعملت لهم الجلجلين وندخلهم يطيبوا في الفور، هذايا هو البريك حماتي تعملوه بالعظمة. بعد لهنا ما طاب لي السوفلي نحب نشكركم برشا 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 البنات على تفاعلكم معايا كومنتاريتكم المزيانة، ربي يخليكم وربي يفضلكم. نحبكم برشا ما تنسونيش في لي كومنتير وفي اللي لايك. مرحبا بالناس الجديدة اللي دخلت لي القناة ان شاء الله تعجبكم القناة ومحتوى القناة انستوني وشرفتوني الناس الكل. ايه وبالله يا البنات عندي متتبعة اسمها سونيا السيدي
هاكا إن شاء الله نكون نطقت اللقب بالصحيح. عندها شكون توفي لها، قالت لي إنسان عزيز عليا، ترحموا لي عليه، ربي يرحمه فيها العواشر وفيها الشهر الفضيل، ربي يرحمه ويصبركم ويصبر عائلته الناس الكل. باهي البنات، هذه هي سفرتنا ما شاء الله، هذا هو الكسكسي، هذيك هي طيولتنا، إن شاء الله ديما ملمومين، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال، ربي إن شاء الله يديم علينا هالنعمة ويديم علينا المحبة، آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، وكل عام وأنتم حيين بخير الناس الكل. ان شاء الله سفرة دايمة. ربي يفضلكم من الناس الكل. قولوا لي انتم زا شنو طيتوا اللي متأكدة منه هو الكسكسي. اليوم سيد الطاولة متاع التوانسة الكل. هذه كسوسة تسلم عليكم وتبسكم برشا برشا. هذه هي خبزة الهواية البنات اللي قديناها للسهرية. غسلنا معناتنا، قعدنا شربنا قهيوتنا، عملنا كخبيزة الهواء، قعدنا قصيناها وقعدنا عليها هشهشنا عليها. ان شاء الله رسالة اليوم تكون عجبتكم، والدبارة متاع حماتي اليوم تكون عجبتكم واستفدتوا منها. نحبكم برشا برشا برشا، ما تنسونيش حبيبتي في التعليق وفي لي لايك. برشا 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 بوسات، ونقول لكم السلام، نحبكم برشا.